بص الفيديو ده جميل جدا جدا جدا، من اكتر الفيديوهات اللي عجبتني، بعيدا عن اهل الزمالك وبعيدا عن اهلي زمالك مصري اسماعيلي، بعيدا عن برشلونة وريال مدريد، بعيدا عن ليفربول ومانشستر سيتي، بعيدا عن الجزيرة الاماراتي والعين الاماراتي، بعيدا عن اتحاد جدة السعودي والاهلي السعودي والنصر السعودي، بعيدا عن الترجي والنجم الساحلي، الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي، بعيدا عن الرجاء والوداد المغربي. قال لك ايه الاهلي المصري؟ كله بيستنى احنا شايفينه ده مشهد يفخر بيه كل اهلاوي. كل اهلاوي ايه المشهد اللي احنا شفناه ده؟ ما فيهوش اهلاوي. مشهد يفخر بيه كل اهلاوي، مشهد يفخر بيه كل مصراوي، مشهد يفخر بيه كل مصراوي، من شرقها لغربها، من تحت لفوق، من شمال لجنوب، من الشمال للجنوب، من فوق لتحت، من الشمال للجنوب، من فوق لتحت، من غرب للجنوب، من الشرق للغرب للجنوب، من غرب للشرق، من الجنوب للشمال. بص الفرحة حلوة، الفرحة حلوة. مبروك لاخواتنا الفلسطينيين، مبروك لفلسطين، مبروك لفلسطين، مبروك لفلسطين، مبروك مبروك بجد. مبروك مبروك لفلسطين، مبروك لأرض غزة، مبروك لفلسطين، مبروك لأرض غزة. عقبال غزة اتحررت، عقبال فلسطين كلها، عقبال ما تبقى ليها دولة متحررة، عقبال ما تبقى ليها دولة مستقرة، عقبال ما تبقى ليها دولة لها ريادة، دولة لها شعب، دولة لها كيان، دولة لها استقرار، دولة لها حب جماهير، دولة لها دنيا. بص بقى بصراحة الفيديو عجبني قوي. برضو واحد تاني بيغني. يلا يا حبايب يلا يا حبايب، مع الاهلي مش هتقدر تغمض عينيك، ومع الزمالك هتنام وتمدد رجليك. ده بيغني الاهلي والزمالك برضو. شوف الاهلي عمل ايه، خلى الزمالك يغمى عليه. شوف الاهلي ده بيغني الاهلي والزمالك بس طبعا الفيديو حلو، بس المفروض تبقى طريقة البتاع تبقى احلى من كده، بس مش مشكلة. الفيديو حلو. الفيديو جميل جدا، الفيديو الاولاني، الفيديو التاني جمال جدا. هي دي عظمة الكرة في مصر، هو ده عظمة الكرة في مصر. تخيل بقى لو الدوري كله جماهير. يلا بقى، شكرا جزيلا، مستمتع معاكم على الفيديو. من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، هي دي عظمة مصر، هي دي عظمة مصر. في شرم الشيخ العلم كانت مرفوعة، فلسطين ومصر، بس للأسف مش هعرف اجيبها لكم ولا اطلع لكم منها، لان انا بحترم عظمة الكفيف اللي بيسمعني، او عظمة الناس اللي بتسمعني، عظمة الراجل المحترم اللي عينيه راحت، او اللي عنده اعاقة في عينيه ما بيشوفش. بحترم انا دي، بس طبعا للاسف انا طلعت فيديوهات بصوت عشان خاطر الناس تسمع. انا بعتمد على السمع اكتر من النظر، في حاجات كتير بطلعها لكم من غير صور عشان خاطر الكفيف يشال على الراس، لان الكفيف ده احسن حاجة منه منك عند ربنا، لان
في حديث او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اذا اخذ حبيبتها عيني ليها حديث عند ربنا. المهم اكتبوا لي الحديث في التعليقات واكتبوا لي اكتبوا لي الحديث في التعليقات، واكتبوا رايكم في الفيديو، واكتبوا ازاي انا دمجت بين الثلاث حاجات دول عشان اوريك عظمه مصر، عظمه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بيقدر قوي الناس دي، بيقدر قوي ذوي الاحتياجات الخاصه، بيقدر قوي الناس اللي بتحب النادي الاهلي. شفت انا فيديو لواحد كفيف بيتكلم عن عظمه الاهلي وعن عظمه كابتن محمود الخطيب وانه عايز يقابل كابتن محمود الخطيب. وشفت واحد برضه تاني عنده ذوي احتياجات خاصه بس مش كفيف، وقال لك برضه كابتن محمود الخطيب وعن عظمه النادي الاهلي وعن عظمه كابتن محمود الخطيب وعن عظمه لعيبه الاهلي. سوري ان الناس لبت برضه. يلا مستني عليكم في الفيديو وشكرا جزيلا.